هو ممكن حقنة واحدة تغير شكل حياتك بالكامل. حقنة تخليك تخس من غير جوع وتظبط السكر من غير دوخة وتخلي جسمك يتصرف في الدهون كأنك رجعت شباب تاني. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقولك معلومة في السريع. المونجارو، الاسم اللي شاغل العالم كله دلوقتي، الحقنة اللي الناس بتسميها المعجزة وناس تانية بتسميها الخطر الصامت، لكن الحقيقة مش زي ما بتتشاف في السوشيال ميديا. لأن مونجارو مش مجرد حقنة تخسيس، ده دواء سمم أصلا لمرضى السكر، وبيشتغل بطريقة محدش كان بيتوقعها. فلو نفسك تعرف الحقيقة الكاملة خليك معايا للآخر، لأن اللي جاي مهم جدا لجسمك وسلامتك قبل أي حاجة تانية. تعال أعرفك يعني إيه مونجارو. هو طلع من شركة أمريكية اسمها إيلاي ليلي، وتوافق عليه في أمريكا سنة 22 لعلاج مرضى السكر من النوع التاني. لكن لما بدأوا يستخدموه حصلت مفاجأة، الناس ابتدت تخس بشكل واضح جدا من غير ما يحسوا بجوع أو تعب. وهنا الدنيا قامت وما قعدتش، لأن حقنة المونجارو فيها مادة التيرازيبتايد، ودي بتشتغل على 2 ريسبتور في الجسم، الجي ال بي 1 والجي اي بي، وده اللي خلى تأثيرها أقوى بكتير جدا. تعال أعرفك إزاي بتشتغل. لما بناكل الجسم بيفرز هرمونات من الأمعاء بتساعد في تنظيم السكر وكمان الشهية. مونجارو بيقلد الهرمونات دي وبيخدع الجسم بطريقة ذكية جدا، بيخلي البنكرياس يفرز انسولين أكتر بعد الأكل، وبيقلل إفراز الجلوكاجون، وكمان بيبطئ حركة المعدة فبتشبع أسرع وتقعد فترة كبيرة شبعان. وكمان بيأثر على مراكز الجوع في المخ، والنتيجة انخفاض في السكر وفقدان وزن كبير جدا في مدة قصيرة. تعال أعرفك الفرق بين المونجارو والساكسيندا وكمان الأوزومبيك. الساكسيندا فيها الليراجلوتايد بتتاخد يوميا وتأثيرها متوسط. الأوزومبيك فيها السيماجلوتايد بتتاخد اسبوعيا وتأثيرها اقوى. المونجارو فيها التيرازيبتايد ودي بتشتغل على 2 ريسبتور وتأثيرها اقوى بكتير. يعني المونجارو هي الجيل الجديد والاقوى، بس مش لكل الناس. تعال اعرفك طريقة الاستخدام. مونجارو بتتاخد حقنة تحت الجلد مرة واحدة بس في الاسبوع، في البطن او الفخذ او الدراع، ولازم تغير المكان كل مرة. الجرعة بتبتدي ب2.5 مللي جرام، وبعد كده الدكتور بيزودها كل 4 اسابيع حسب الحالة. لازم تعرف ان دي حقنة مش للتجربة، ولازم اشراف طبي. تعال اعرفك على 10 الاعراض الجانبية: غثيان وترجيع واسهال او امساك، وممكن يحصل دوخة. في حالات نادرة ممكن يحصل التهاب في البنكرياس ومشاكل في المرارة، وكمان انخفاض سكر حاد. متنفعش للي عندهم تاريخ عائلي بسرطان الغدة الدرقية، أو للي عندهم حساسية من المادة الفعالة. ناس كتيرة بتشتري الحقنة من النت أو من بره من غير إشراف طبي، بعضهم خس فعلا بس رجع الوزن بسرعة أو حصل له مشاكل. الجسم بيتأقلم على المادة، فلو بطلت فجأة بيحصل خلل. يعني هي مش حقنة سحرية، ولازم خطة ومتابعة. ناس كتير بتسأل هي المونجارو الحل المثالي للتخسيس؟ والإجابة هي لأ. مونجارو أداة قوية بس مش سحر. من غير نظام غذائي وحركة ونوم كفاية النتيجة بتبقى مؤقتة. الدواء هو اللي بيبدأ الرحلة، لكن اللي بيكملها هو أسلوب حياتك. مونجارو فعلا عملت ثورة، بس كل معجزة وليها تمن. لازم إشراف طبي وكمان متابعة. جسمك مش معمل تجارب، خليك ذكي وابدأ صح. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وارد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.